السلام عليكم. في وقت كان الإنسان لسه بيكتشف أسرار الكون وبيحاول يفهم الجسم البشري، كانت الحضارة الفرعونية ماشية بخطوات سابقة لعصرها بكتير في علم الطب. دلوقتي لما بنبص على البرديات اللي سابوها ونتأمل اللي كتبوه عن الصحة والعلاج، بنلاقي إن الفراعنة مش بس اهتموا بالحفاظ على صحتهم، لأ كمان اشتغلوا على تطوير طرق علاجية معقدة وغريبة كانت بتسبق زمانهم بآلاف السنين في الواقع. كانوا يعتبروا من أوائل الحضارات اللي اهتمت بتوثيق طرقهم العلاجية، واعتبرت الطب علم حقيقي يستاهل الدراسة. قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان توصلك فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. في البداية نلاقي إن الفراعنة كانوا بيؤمنوا إن صحة الإنسان مرتبطة بشكل وثيق بالقوة الروحية والأرواح الخفية. يعني لو حد كان بيعاني من مرض معين، ما كانوش بيشوفوا ده مجرد مشكلة في الجسم، لا ده كانوا بيفسروا إن في خلل في توازن الروح. وهنا كان بيبدأ دور الكهنة اللي كان ليهم دور كبير في الطب والعلاج. كانوا بيعتبروا إن الكاهن هو المعالج الروحي اللي بيقدر يقنع الأرواح إنها تسيب الجسم وتخليه يرجع لطبيعته. وفي بردية مشهورة أوي اسمها بردية أودين سميث، اللي تعتبر من أقدم الوثائق الطبية في العالم. البردية دي بتشرح حاجات زي الجراحة وطرق معالجة الكسور والجروح، وبتدل إن الفراعنة كانوا شاطرين في الطب. حتى في العمليات اللي بنعتبرها دلوقتي جراحات معقدة، كانوا بيستخدموا أدوات طبية بدائية بس فعالة، وبيعرفوا يتعاملوا مع إصابات خطيرة زي كسور الجمجمة وإصابات العمود الفقري. أما بالنسبة للأدوية، فكان عندهم اعتقاد إن الطبيعة فيها كل العلاجات، وده كان جزء من فلسفتهم. كانوا بيستخدموا أعشاب ونباتات طبية زي الشمر والبابونج والعسل. وكان العسل على سبيل المثال بيعتبر مادة سحرية ليها قدرات شفاء عالية جدا، وفعلا كانوا بيستخدموه لعلاج الجروح والتقرحات. الفراعنة ما كانوش بس بيستخدموا العسل زي ما هو، لكن كمان كانوا بيخلطوه مع أعشاب تانية زي التوم اللي كانوا شايفينه مقاوم للأمراض وبيحمي الجسم من العدوى. أما عن الأمراض النفسية، فكان عندهم طريقة غريبة للتعامل معاها. كانوا بيعتقدوا إن الشخص المصاب بمشكلة نفسية زي القلق أو الاكتئاب محتاج جلسات علاج روحي، أو حتى جلسات غريبة من نوعها بيسموها تأديب الروح، ودي كانت نوع من العلاج النفسي بس في صورة شعائر دينية. الكهنة كانوا بيستدعوا الآلهة من خلال الطقوس، وبيحاولوا يخلصوا الشخص من الأرواح الشريرة اللي بيعتقدوا إنها سبب المشكلة. الفراعنة كانوا كمان مهتمين جدا بالصحة العامة، وده شيء كان نادر في العصور القديمة. مثلا كانوا بينصحوا الناس بالاستحمام بانتظام، وده كان جزء من الشعائر الدينية. كمان كانوا شايفين إن النظافة مش بس الوقاية من الأمراض، لا ده كمان بيطهر الروح. الفراعنة ما كانوش بيهتموا بالعلاج بس، كانوا كمان بيشتغلوا على الوقاية من الأمراض قبل ما تحصل، وده كان من الحاجات اللي بتخلينا نقول إنهم كانوا سابقين عصرهم بكتير. كان عندهم اعتقاد إن الجسم السليم مرتبط بالحفاظ على التوازن بين عناصر معينة في الجسم، زي ما بنقول دلوقتي الطاقة أو العناصر الأساسية. وده خلاهم دايما ينصحوا بأكلات معينة وأعشاب معينة تقدر تحافظ على توازن الروح وتحمي الجسم من الأمراض. ومن أكتر الحاجات اللي تميزوا فيها كمان هي جراحة العظام. عندهم برديات بتشرح طرق علاج الكسور وتكبير العظام، وكانوا بيستخدموا خشب وأقمشة عشان يثبتوا العظم المكسور، وكانوا بيقدروا يرجعوا العظم لوضعه الطبيعي بشكل دقيق. وحتى النهاردة في دراسات بتثبت إن في بعض الموميات كان عندهم كسور تم علاجها قبل الوفاة، وده دليل على تطور طب العظام عندهم. بالنسبة للعمليات الجراحية، الفراعنة كانوا شطار في العمليات الجراحية جدا، خاصة عمليات إزالة الأورام والتعامل مع الجروح الكبيرة. كانوا بيستخدموا أدوات بسيطة بس عملية جدا زي السكاكين والمشارط الحجرية، اللي كانت رغم بدائياتها كافية لأنهم يعملوا عمليات دقيقة. المدهش بقى إنهم كانوا عارفين طرق لتقليل الألم، زي استخدام مواد طبيعية لتسكين الألم زي المر والعسل، واللي بيعتبروا من أقدم المسكنات المعروفة. أكتر الأمراض اللي كانت منتشرة في العصر الفرعوني هي أمراض المعدة والأمعاء، وده يمكن بسبب الحياة النهرية والزراعة جنب النيل اللي بتخلي الناس أكتر عرضة للأمراض المعوية. الفراعنة كانوا بيعالجوا الأمراض دي بطرق طبيعية، زي إنهم يستخدموا زيت الخروع اللي كان له تأثيرات قوية كملين للمعدة، بالإضافة لبعض الأعشاب اللي كانت مشهورة بقدرتها على تنظيف الجسم من السموم. أما عن الأمراض النفسية، فالفراعنة كان عندهم اعتقاد إن بعض الأمراض دي سببها أرواح شريرة أو لعنة، وعشان كده كانوا بيقوموا بطقوس روحانية لطرد الأرواح. على سبيل المثال، لو حد كان بيحس بأعراض زي القلق أو الكوابيس المتكررة، كانوا بياخدوه عند الكاهن اللي بيعمل طقوس تطهير باستخدام بخور معين ويقرأ تعويذ معينة. وأحيانا كانوا بيدفنوا الحاجات اللي بيعتقدوا إنها جلبت اللعنة. الفراعنة كانوا متقدمين جدا في علاج أمراض النساء. في برديات بتشرح
طرق التعامل مع الحمل وأعراضه، وكان عندهم وصفات معينة لمساعدة السيدات على تقليل آلام الولادة، وده بيأكد إنهم كانوا بيهتموا بصحة النساء وكمان الصحة الإنجابية. وكان عندهم أدوات خاصة لفحص الحمل، زي ما نقدر نقول إنه اختبار حمل بدائي بيتم من خلال خلط بول للسيدة مع شعير وقمح، ولو البذور نبتت بسرعة ده كان دليل على إن السيدة تبقى حامل. أما في علم الأعصاب ما كانوش فاهمين الجهاز العصبي زي ما احنا فاهمينه دلوقتي، لكنهم كانوا قادرين يتعرفوا على بعض المشاكل العصبية ويعالجوا أعراضها بطرق بدائية. مثلا لو حد كان بيعاني من صداع قوي كانوا بيدلكوا الرأس بزيوت عطرية زي الزيتون أو الورد، اللي كانوا شايفين إنها بتهدي الأعصاب وبتخفف الألم. في النهاية الحضارة الفرعونية كانت نموذج للعقلية المتطورة اللي عندها استعداد لاكتشاف جسم الإنسان ومحاولة علاجه بطرق مبتكرة وبسيطة في نفس الوقت. وهنا يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وقول لنا في الكومنتس نتكلم عن ايه في الفيديو اللي جاي. شكرا، سلام.